الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الذين سبقونا بالإيمان طبتم، طاب سعيكم في أمان الله. أقول الآن إن إخواننا المستضعفين في مصر بهم الأفاعيل، ونحن الآن هنا كي نقول لا للظالمين. الرسالة الأخرى إلى أهالي إخواننا. Şu anda Sisi'nin hapishanelerinde binlerce genç, kadın, yaşlı kardeşimiz kurbanlıklar gibi ölüm sırasını bekliyorlar. Bizler Müslümanlar olarak bizler ihvandan onların kardeşleri olarak buradan haykırıyoruz ve şunu söylüyoruz: İdamlara dur denilmesini istiyoruz. Bu zulme dur denilmesini istiyoruz. Bütün vicdanlı insanların harekete geçmesi için çağrıda bulunuyoruz. Ve biz ihvan ile şehit edilen bu kardeşlerimiz ile haklarında ölüm kararı verilen kardeşlerimiz ile gurur duyuyoruz. Müslüman kardeşler onurumuzdur. Müslüman kardeşler onurumuzdur. Müslüman kardeşler onurumuzdur. Burada bir tane Müslümanın, bir tane insanın haksız olarak öldürülmesi kıyametle eşdeğer görünen bir dinin müntesipleriyiz. Biz burada bu zulme hayır diyoruz. Buradaki Mısırlı kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Mısır'a iade edilen kardeşlerimizin utancını da yaşıyoruz. Böyle bir haksızlığın, zulmün de bir daha olmaması için tüm kamuoyunu, tüm yetkililerini buradan duyarlı olmaya çağırıyoruz. Hep birlikte şunu hep beraber haykıralım. Bugün ihvan biziz ve şunu söylüyoruz: İhvan zulme boyun eğmez! İhvan zulme boyun eğmez! İhvan zulme boyun eğmez! يشهدوا يرفعون راية الحق لا يردهم ولا يحبسهم عن نصرة الحق رادع. يعلمون أن دماءهم ستكون هي الضريبة، لكن لم يرجعوا ولن يتراجعوا. الآن ونحن في هذا الموقف نقول لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان طبتم، طاب سعيكم في أمان الله، في ضمان الله، في حرز الله، في كنف الله. لا ظلم لكم بعد اليوم، لا شقاء لكم بعد اليوم، لا عناء لكم بعد اليوم. إنها الجنة ونحن من ورائكم. أقول الآن إن إخواننا المستضعفين في مصر الظالمون يفعلون بهم الأفاعيل، ونحن الآن هنا كي نقول لا للظالمين. هؤلاء الشباب إنما قتلوا لله وفي الله، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، فإن هؤلاء الشباب إنما قاموا من أجل قضية ومن أجل رسالة، لأن تنعم بلادهم بالحرية، وأن تنعم بلادهم بالعدالة، وأن تنعم بلادهم بالحياة الطيبة الكريمة. وهذه كلها أيها الأحباب إنما هي مقاصد شرعية أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بها، وبالتالي فعندما قدموا أرواحهم من أجل تحقيق مقاصد هذه الشريعة فهم سادة الشهداء
لأنهم اعتدى عليهم هذا الحاكم الجائر. كما أخبروا ليسوا شهداء، إنما هم سادة الشهداء، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله. وأقول لجموع الشعب المصري ولكل أحرار العالم ولكل من صاحب ضمير، إن الله سبحانه وتعالى ذكر الظلم في أكثر من 269 آية في القرآن الكريم. 269 آية في القرآن الكريم تعالج قضية الظلم. وهذه ال 269 آية تأتي في 58 سورة من سور القرآن الكريم، يعني أكثر من نصف سور القرآن الكريم تعالج قضية الظلم. فعلينا ألا نستكين وأن نرى هذا الظلم الحاصل على أبنائنا ونقف كشعب ونقف كأحرار ونقف يعني أصحاب قضية، لا نبالي بما يحدث من سفك هذه الدماء. اللهم عليك برئيسهم وزعيمهم وقاضيهم، اللهم عليك برئيسهم وزعيمهم وقاضيهم ومفتيهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن أفتى لهم، اللهم عليك بكل من تورط في دمائهم وخذلهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من خذلهم يا رب العالمين. اللهم يا رب عبادك، اللهم يا رب عبادك جئنا نشهد لهم يا رب العالمين. اللهم ثبت أهليهم، اللهم كن مع أهليهم واخلفهم في أهليهم خيرا، اللهم اخلفهم في أهليهم خيرا. اللهم أنزل على قلوب أهليهم الصبر والسلوان، اللهم أنزل على قلوب أهليهم الصبر والسلوان. اللهم يا رب أبدلهم دورا خيرا من دورهم وأهلا خيرا من أهليهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين.